جدعان انا صحيت على خبر من احلى الاخبار اللي صحيت عليها في حياتي. بس قبل ما اقولك على الخبر تعال افكرك بالفيديو ده. بذمتك في منظر هيبقى احلى وابهج من اللي انت هتشوفه قدامك ده دلوقتي؟ المنظر اللي قدامك ده شويه اطفال بيلعبوا كوره في ملعب في مدرسه ازهريه. عايزك تسيبك من اي حاجه في الفيديو وتركز لي مع الطفل ابو تيشيرت بامبا ده. الفيديو ده انا عملته من 6 ايام بالظبط. تعال اوريك بقى الطفل ده بفضل ربنا بقى فين دلوقتي. مش عارف اقولها لك ازاي، بس الطفل موهبه مدرسه الازهر بقى دلوقتي من ناشئين نادي انبي. الطفل اللي اتكلمنا عليه من 6 ايام بس وكنا عايزين على الاقل نحط العين عليه بقى دلوقتي من ناشئين نادي انبي. بفضل مين بقى؟ بفضل ربنا اولا، وهقول لك بفضل مين ثانيا، وثالثا انا حاسس ان انا عملت انجاز بصراحه. انا ده من احلى الحاجات اللي اتمنشل عليها في حياتي. بعد ربنا ثم اجتهادنا انا شفت فيديو للراجل المحترم ده، هو الكابتن احمد جميل، اللي طلع وقال بلسانه في فيديو ان هو بعد ما شاف الموهبه ديت على السوشيال ميديا كلم حد من نادي انبي عشان يبص على الطفل ده. بقى سبب كبير ان الطفل ده دلوقتي من ناشئين نادي انبي. يمكن العبد لله ما عندوش العلاقات الكافيه اللي يقدر يوديك بيها نادي، بس بشغل واجتهاد وتوفيق من ربنا فهمنا وقدرنا نخلي حد عنده علاقات يودي طفل موهوب زي ده لنادي.